دولي للسيارات، أول مضمار دولي لسباقات السيارات في مصر. نروح نشوفه ونرجع تاني. هدف من المؤتمر النهارده الإعلان عن خطة نشاط الاتحاد لعام 2012، والإعلان عن أهداف الاتحاد، والإعلان عن إنشاء أول مضمار دولي لرياضة السيارات داخل القاهرة. مولد الاتحاد يعني الجديد بتاعنا ما كملناش شهر، وبنتمنى ان من خلالنا يبقى في دعم جامد للنشاط ده في مصر، ونلم عدد المتسابقين الموجودين بكثره، يعني بحيث ان هم يبقوا تحت مظله الاتحاد ويبقى في نوع من الامان والسيفتي وتنشط العمليه في مصر اكتر. الاتحاد بيتكون بطريقه جديده وان شاء الله يكون فعال، يبتدي يبقى ليه نشاطات كتيره قوي في الفتره اللي جايه. النشاطات دي هتشمل حملات توعيه، انشاء مضمار سباق دولي مواصفات دوليه، رعايه المتسابقين، نحاول نعمل زي رابطه للمتسابقين تبقى تطور شويه لمستوى اللعبه. رجعنا تاني نرجع النشاط بتاع الدراجات الناريه في مصر، لان هي كانت رياضه بمعنى صح كان مهضوم حقها، يعني ما كانش في حد بيهتم بيها لحد ما جه الاتحاد واهتم بالرياضه وابتدى ينظم لنا سباقات وينظم بطولات لحد ما بقت يعني اشتهرت بصوره احسن من الاول بكتير. يعني احنا في السنين اللي فاتت كان مجلس الاداره القديم كان بينظم سباقات كويسه واحنا كنا مبسوطين منه. دلوقتي جه مجلس اداره جديد، فاحنا حاليا لسه ما نعرفش ايه اللي في الرياضه. احنا ايدنا في ايد اي حد هيطور من الرياضه وهيحسن الرياضه، عشان احنا في الاخر قلبنا على الرياضه. واحنا يعني نتمنى ان ده يكون ان شاء الله اضافه كويسه للمستقبل. في خطوه هي الاجرأ من جانب المستثمرين المصريين لانعاش السياحه وعوده الحياه الرياضيه الى الشارع المصري. فكره انشاء اول اتحاد لرياضه السيارات والدراجات الناريه في مصر هي الاولى من نوعها. الكل يتمنى ان تنجح هذه الرياضه كما هي ناجحه في دول الخليج العربي. من داخل مرسى فرعون النيل، سامح الجندي، اول السطر، زوم سبورت. مش وحش ما دام حاجه هتفيد البلد، ما دام لمصلحه البلد ما فيش مانع. كابتن ربيع ياسين مدير